اهلا بيكم فيلم جديد وملخص جديد على قناتنا قناة سمر وعبد القادر او ملخصات سمر وعبد القادر. انا معرفش اسم القناة ايه بالظبط يعني. انت منورنا والله، مش عارفه اسم القناه. اللي انا بسجل فيها. بيبدأ المسلسل مع لي وهي جنرال في مملكة تاي، وبتكون رايحة تحرر مدينة عشان تحررها من انقلاب داخلي حصل فيها، لكن بتتفاجئ لما بتشوف والدتها رهينة ومتعلقة قدامها، وجندي من جنود الانقلاب بيهددها انها لو ما استسلمتش هيقتل والدتها بعد ما يعذبها قدامها. بنعرف ان ليه فاقده الوعي ومصابه، وبنشوف حد بيحاول انه يكشف كتفها، بس ليه بتفوق وبتقوم عشان تضربه، بس بيقول لها انه دكتور واسمه سي، خلي بالك يا ليه. وهو اللي عالجها بعد ما رجعت مصابه من الحرب، بيقول لها انها انتصرت في الحرب وحررت المدينه خلاص، الف مبروك. ليه بتشوف ان في واحد واقف ورا باب الغرفه اللي هي فيها، وبتعرف انه جاسوس وبتحاول انها تخدعه، وبتكون عايزه توصل للي بيتجسس عليها معلومات غلط، فبتتكلم مع سي وبتقول له انها عايزه تتجوزه لانه وسيم. بس لما الجاسوس بتبعده عنها وبتقول له انها عملت كده عشان كان في جاسوس بيراقبهم يعني. نصحى ليه. بتعرف بقى ان في واحدة بتكره ليه اسمها لو، ودي تبقى اختها من والدها، وكمان والدة لو بتكره ليه جدا وبتكون عايزة تأذيها علشان كل الخير يبقى لبنتها بس. مم. تاني يوم بتصحى ليه وبتلاقي سي في وشها، وبتقول له ان كده بيتحرش بيها، وبيقول لها انه بيعالجها وبيجي مساعد ليه، وبيتفاجئ ان سي بيقول لليه تكلمه احسن من كده لانه جوزها، وبيمشي المساعد وهو مكسوف. بتقوم ليه علشان تبعد عن سي، بس سي بيحط ايده على كتفها بحركه عنيفه كده من سي بتقلبه على ظهره، وبيجي المساعد وبيقول لها الوزير عايزه في مكتبه. مم. بتروح له وبيكون عاوز يوصل لها رساله من الملك، وبيكون الملك بيشكرها على مجهودها الكبير، وبيبعت لها الامير يشكرها بنفسه. لكن ذكريات ليه مع الامير مش بتبقى الطف حاجه، بسبب انها كانت بتحبه، وفي يوم صحيت لقت خبر ان اختها لو هي اللي هتتجوزه، ووافق وخطبها، ومن ساعتها وهي بقى ما بتحبش تتعامل معاه. دي كل ما تنام وتصحى تتفاجئ بحاجة. بتروح ليه تتدرب، وبتجيلها بنت وبتقول لها انها اكيد تعبت، وبتعزمها على الاكل وبتروح معاها ليه وبتقعد تاكل. وبنعرف ان البنت دي تبقى تلميذة سي، وهو اللي خلاها تعمل كده عشان يقضي وقت مع ليه. وليه بتكون عايزة تقوم، بس سي بيقول لها خلصي اكل عشان نكمل علاج الجروح اللي عندك. وبتسأله عن الدواء اللي بيدهنه، بيقول لها انها اعشاب بيجيبها بنفسه من الغابة، وبتقول له انها عايزة تروح معاه. وبتروح معاه تاني يوم، وبيطلع عليهم اتنين قطاع طرق، بس ليه بتضربهم وواحد بيضرب عليهم سهم، وسي بيتصاب وبيفقد الوعي لان السهم مسموم. بيفوق سي وبيعرف ان ليه هي اللي عالجته. المره دي بقى ايه، هنقلب الايه، وبيشكرها وبيقول لها ان لو والدته كانت موجوده كانت عالجته احسن منها. والكلام ده بيزعل ليه لان والدتها طلبت منها وهي بتحرر المدينه انها تموتها بنفسها، وفعلا بتقتلها وهي بتعيط وبتقول انها لازم تعرف مين سبب الانقلاب وتنتقم منه. انا كمان بقى عايز اعرف مين اللي عمل لايك واشتراك في القناة ومكمل معانا لحد دلوقتي. لو انت مكمل معانا اكتب لي كومنت وقول لي انت كمان هتعرف ليه زي ليه سبب الانقلاب وتنتقم منه ولا لا. تاني يوم بيصحى سي عبد قادر ومش بيلاقي ليه، بس بتجيله وبتشيله على ظهرها، وبيرجعوا وبينام سي وبيمثل انه لسه تعبان عشان ليه يعني تهتم بيه وكده. وبيدخل المساعد وبيقول لهم، انا مش عارفه المساعد اللي بيخش فجأة عليهم ده، بيقول لهم ان الامير وصل، وبيدخل الامير وبيشكر ليه وبيقرب منها وبيقول لها انه جاي علشان سبب اهم من كل ده، وهو انه يعرفها انها لسه في قلبه. بس هي بتقول له ان الموضوع ده مبقاش في دماغها، وبيطلع رساله من الملك ابوه وفيها ان الملك بيكرم ليه بذهب ومجوهرات، بس طبعا ليه بترفض وبتتبرع بالهدايا للفقراء. مم. بتروح ليه للفقراء وبتشوف مين عاوز يفتح مشروع وبتديله فلوس، مم. وبيسمع بقى الموضوع، مم. وليه بتكون محبوبة من الناس. ولما لو ووالدتها بيعرفوا بيتضايقوا جدا، طبعا. بيعملوا بقى خطة تبوظ كل حاجة على ليه. بيقف الأمير لليه بالليل وبيسألها هي ليه اتغيرت معاه، بتقول له إنه خطب أختها، يعني طبيعي ومنطقي يعني. مم. بيقول لها إن ده أمر من والده. بيقاطعهم بقى سي وبيقول لهم ان مم. صوتهم عالي، وبيتعصب الامير وبيقول له خليك في حالك. بتروح ليه سي وبتمسك ايده وبتقول له انه حبيبها وهيتجوزوا. بيمشوا وسي بيكون عارف طبعا ان دي تمثيليه. بعد شويه بيقابلهم المساعد وبيقول لهم ان في مصيبه، وهي ان في مرض منتشر بين الشعب بيقتل فيهم. وبيروح سي وبيلاقي حجر صحي، وبيدخل سي لوحده وبيلبس الكمامه وبيخرج وبيقول انه مش عارف ده مرض ايه، لكن هيحاول يلاقي له علاج ان شاء الله. بتروح له للامير وبتكون جايبه له اكل، والامير بيكون لطيف معاها وبيوصل سي لعلاج، وليه بتكون عايزه تروح تعالج المرضى معاه، وبتدخل معاه فعلا الحجر الصحي وبتعالج المرضى. تاني يوم بيشوف سي لي وهي بتكح، وبيكشف عليها وبيلاقيها اتصابت، وبيشك في حاجة وبيعمل تحليل على
المدينة وبيكتشف إن في سم في المية بتاعة المدينة دي. تاني يوم بتروح له وما بيقولوا للأمير إن اللي بيحصل ده سببه سم اتحط في الأكل، وليه أكيد هي اللي ليها يد في اللي حصل، إنها بتتبرع بالأكل والفلوس ولازم تتحاكم. طبعا عاملين يقوموا الدنيا. بيجي الحارس وبيكون مأمور يفتش بيت ليه، ولما بيفتشه بيلاقي فيه كيس أبيض وبيوديه للأمير، وبنعرف إن ده كيس سم حطوه في بيتها عشان تلبس التهمة، وبتحاول تدافع عن نفسها بس الأمير بيأمر بحبسها. ده ولا الأفلام القديمة، ده اتعملت مليون مرة في أفلام فريد شوقي. بيجي سي للأمير وبيقول له إن ليه بريئة وهو معاه الدليل، وبيوديه سي لمخزن وبيكون في واحد مربوط وبيقول له ان ده اكبر تاجر سموم في المدينه. بتروح له للي السجن وبتكون شمتانه فيها وبتقول لها انت اللي عملت فيا كده، ولو بتقول لها مش عارفه انت بتتكلمي عن ايه اصلا. وسي والامير بيكونوا شايفين اللي حصل، وبيعرف الامير ان ليه بريئه وبيفرج عنها. بيروح جندي بيقبض على والدة لو وبياخدها للأمير وبيقول لهم إنهم السبب في كل حاجة، وبيجيب التاجر وبنعرف إنه اعترف عليهم عشان هي والدة خطيبته، وبيحبسهم بشكل مؤقت بس. وسط حتى في الحبس بيؤمر الامير باعدام التاجر والافراج عن لو وامها، ولما بتعرف ليه بتزعل وبتروح للامير وبتقول له ان اللي حصل غير عادي لان لو وامها هم المسؤولين، ومع ذلك انت برأتهم. قال لها انه شايف ان تاجر السموم كان بيكذب وبيحاول يلبسهم التهمه وخلاص. بتقول له انها هتدور على ادله وتثبت له انه غلطان. ام لو بتبعت حمام لراجل العصابات عشان تأذي ليه تاني، بس الحمامة بتقع في ايد تلميذة سي، وبيروح سي للي وبيوريها الرسالة وبيقول لها انه مش عارف مين بعت الرسالة دي. بيروح الامير للي وبيشكرها على مجهودها وبيطلب منها تفضل جنبه الايام اللي جايه لانه هيرجع المملكه بتاعته، وبيكون عايز يقرب منها تاني وبتقول له حاضر وبتتعامل معاه بجديه. بيعزمها على حفله هيحضرها كل الشخصيات المهمه، وبتروح فعلا وبيكون مجهز مكان مخصوص ليهم، وبيفضلوا ياكلوا ويشربوا. في الاخر بيروحها الامير. تاني يوم بتعرف ليه ان في مشكله في موارد المدينه وبسببها هتحصل مجاعه، وبتروح لسي في العياده وبتقول له انها جعانه وبتروح تاكل معاه، وبيبان انها ابتدت تحبه. وبتروح معاه المسؤول الحبوب وبتعرف ان عنده عجز رهيب ومش عارف مين بيسرق منه الحبوب دي، وبتحس ليه ان دي مؤامره كل شويه، يا اما في مجاعه يا اما في سم في الميه. ولا انت ايه رايك يا سمر في الموضوع ده؟ احمينا يا رب، احمينا يا رب. في يوم بالليل بتشوف سي واقف مع جندي بس مش من جنود المملكة، وبيأمره يدور على لي علشان اتأخرت. بنعرف انه مش مجرد دكتور، لكنه حاجة اكبر من كده بكتير. يا ولا. بيرجع بقى الجندي وبيقول له على مكانها، وبتكون موجودة على حافة المدينة، وبيروح لها وبيلاقيها عمالة تشرب وبتكون حزينة، وبيشيلها بيوصلها وبتقول له انها عايزة تعرف هويته الحقيقية. بيستغرب طبعا سي، وبتوعده انها هتفضل ورا لحد ما تعرف حقيقته. بيقضوا الليلة مع بعض، وسي بيقول لها انها حبيبته ومراته رسمي، وبيقوم يجيب صندوق وبيكون فيه دهب، وبيقول لها ده عشانك وممكن تساعدي بيهم الفقراء. لما بيعرف الامير ان سي ساعد ليه في موضوع الاكل بيتعصب، وبتجيله له وبتحاول تهديه، وبياخدها ويدخل بيها على اوضته وبتقول له امتى هنتجوز. فبيقول لها مسألة وقت ان شاء الله. بس هو طبعا من جواه بقى مقرر ايه؟ انه مش هيتجوز غير ليه. طبعا. بتروح ليه تستورد حبوب قمح من ممالك خارجيه، وبيحاول سي يمنعها بس بتصمم عشان الفقراء، وبيحذرها من قطاع الطرق. وفعلا اثناء رجوعها بيطلع عليهم قطاع طرق وبيكونوا عايزين يسرقوا، بس بيوصل جنود دعم وبيقبضوا عليهم. طب لما بمناسبه الدعم عايزين بقى نقول حاجه، ايه يعني نقول برضو نقول بقى ان انتوا ما تنسوش برضو تدعمونا. صح. يعني لازم افكركم ان انتوا تدونا كده لايك حلو، كومنت ظريف، وتقولوا لنا رايكم في الملخص لحد دلوقتي. لما بترجع ليه بتلاقي سي في اوضتها وبيقول لها انه كان قلقان عليها قوي، وبتروح ليه توزع الحبوب، وبيدخل الوزير ومعاه جنود وبيؤمر بالقبض على كل الموجودين ما عدا ليه. بيقول ان في جاسوس وسطهم، وبيتقبض كمان على سي. انا ابتديت اتلخبط بين لي وسي ولو، وبقي ابتدى يتعوج. بيعرف يا ليه. الامير ان سي ملوش ذنب، وبيعذبوا الجندي المسؤول عن التوزيع لحد ما اعترف انه فعلا كان هيبيع الحبوب، وان والدة لو هي اللي حرضته على كده عشان تأذي لي. وبيجيب والدة لو وبتفضل تنكر، وبيجيبوا التاجر اللي راحت له بيقول لهم ان والدة لو ادت له المجوهرات دي عشان يبيع الحبوب، وفعلا بتطلع المجوهرات ملكية وعليها اسمها، وكده التهمة اتثبتت. بتلاقي ليه قلادة والدتها اللي ماتت بيها وسط المجوهرات، وبتؤمر الحراس يعذبوها لحد لما تعترف خدت القلادة دي منين بالظبط، وهي بتقول معرفش وبتتسجن. بتستكمل ليه التحقيق مع الوزير من غير الامير لانه بينحاز لوالدة لو، وبتفضل ليه تعذب فيها عشان تعترف، بس هي بتفضل تنكر لحد ما تفقد الوعي وبيفوقوها. بس الامير بيتضايق وبيقول لها توقف بقى اللي بيحصل ده كله فيه ايه.
بتوصل رسالة من الملك إن هو اللي هيحقق بنفسه. أخيرا الملك الحمد لله صحي من النوم، وليه بتكون عارفة إن والدة لو لو خرجت من المدينة هتتبرأ ومش هتتعاقب، وبتقرر تقتلها، وبتكون مبسوطة إنها انتقمت لوالدتها. بتروح ليه قبر والدتها وبتقول لها إنها رجعت لها حقها، وتاني يوم بتروح ليه لسي وبتقول له إنه مجرم هو السبب في موت والدتها، وبتصدم وبتقول له إنها عارفة إنه مش من المدينة وهو مش مجرد دكتور، لكن هي عرفت إن القلادة ما كانتش مع والدة لو فعلا، وبتسأله هو جاب القلادة دي منين، وبتكون عايزة تقتله، وبيقول لها إنها فاهمة غلط وبتسيبه وبتمشي. بتروح تلميذة سي له وبتسأله هي دي نهاية حبه هو وليه، وبيقول لها إنه ما كانش يتمنى كده، بس فعلا هي دي النهاية. وهي دي نهاية ملخصنا النهاردة يا سمر. حرفيا بقى هي دي النهاية. وللأسف وصلنا لنهاية الملخص. ولو انت من الأبطال اللي معانا لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وبإذن ونشوفكم الملخص الجاي. الله.